وعملها محمد صلاح وبقى الهداف التاريخي لنادي ليفربول على مر العصور. ازاي بقى انت تبقى في حياتك زي محمد صلاح كده، بدأ من تحت الصفر لحد ما بقى من اشهر لاعبي العالم واغنى لاعبي العالم وهداف لاعبي العالم؟ اسمع كده الفيديو ده معايا. يعني خلاص انا من اول يوم مؤمن ان انا هلعب في اكبر انديه في العالم. ده مش صحيح. مش هتلاقيه عند طفل من مصر يعني. دي صعبه، لكن واحده واحده بتبدا تؤمن بنفسك يعني، وبعد كده بتكبر الحلم بتاعك، وبعد كده بتشوف انت لا انا ليه ما بقاش موجود هناك، انا ليه ما بقاش موجود هنا. بس مستحيل يبدا من سن الطفوله، بيبقى صعب جدا لان احنا مش موجود عندنا لعيبه كتير بتلعب في اوروبا في الانديه دي. صحيح. فهحلم هبص لمين؟ انا ببص على واحد خلاص مش مصري. فانا كده ببص على حاجه لا. وطبعا احنا عندنا في مصر للاسف معلمينا قاعده اللي هو الاوروبي ده احنا ما ينفعش نبقى زيه. انا بخبط بس مش مشكله. لا بالعكس. لا هي دي قاعده عندنا في مصر، ده اوروبي انا مصري. طب ايه الفرق؟ ما هو بني ادم برجلين وايدين وانت بني ادم برجلين وايدين، بس هو لا، هو معروف كده. في حاجات عندنا كده. انا بالنسبه لي اول يعني قبل ما تستنى ان حد يشوفك كويس لازم انت تشوف نفسك كويس، لان انت لو ما شفتش نفسك كويس ما تستناش ان حد يبقى مؤمن بيك يعني. يبقى اول حاجه علشان تبقى زي محمد صلاح كده لازم تآمن بنفسك. لو ما انتش مؤمن بنفسك محدش هيؤمن بيك، لو ما بتهتمش بنفسك محدش هيهتم بيك، لو ما بتقدرش نفسك محدش هيقدرك. ايمانك بنفسك هو اللي هيخليك توصل لكل حاجة انت عايزها في حياتك. ربنا بيقول ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هي دي الفكرة. ربنا عمره أبدا ما هيضيع اللي انت عملته، ربنا عمره ما هيسيبك. كل اللي انت عملته ده كله ربنا عينهولك، وده رصيد ليك هيوصلك في يوم من الايام. محمد صلاح بيقول ما كنتش احلم ابدا ان انا اوصل للمكان اللي انا فيه ده. كان تمني بالنسبة لي في يوم من الايام، اتمنى والله ان العب في نادي كبير في اوروبا، كان تمني. لكن الحلم اصبح حقيقة امتى؟ لما امن بنفسه، لما اشتغل على نفسه وطورها وما عادش يشتكي. اصل هو مع واسطة، صح؟ صلاح مع واسطة؟ والله لا، اصلا لو معاه واسطه ما كان وصل اصلا للمكانه اللي هو فيها دي. لكن لما تبقى واسطتك ربنا واجتهادك وشغلك على نفسك، وانك ما بتشتكيش، وانك بتشتغل بالامكانيات المتاحه في ايديك، ساعتها هتوصل. تعالى كده نشوف امكانيات صلاح وهو بيجتهد ويسعى كانت عامله ازاي. شوف كده الفيديو ده. كنت باخد من ابويا 20 جنيه كل يوم، فالمواصلات كانت كلها بتاعت اروح القاهره وارجع 19 جنيه او 18 ونص، بيتبقى معايا جنيه. فانا عايز اكل وانا راجع، فبجيب طبق كشري بجنيه، كان صغير قوي هو ده وقتها يعني، لحد الان تقريبا مش شغال، بس بجنيه صغير خالص، واملاه شطه واحط شويه دقه عليه واكله عشان اشبع. الطبق كان صغير، بس انت لو اكلت طبق صغير من غير شطه مش هتشبع. فانا كان لازم لسه 5 ساعات راجع، فبملاه شطه وبعدين اكله وبعدين اشبع شويه وبعدين ارجع. كان مصروفه اليومي 20 جنيه بس. هي دي البداية. اعتمد على الله ثم على نفسه وعلى الإمكانيات بتاعت والده ووالدته ساعتها، لكن ما اشتكاش ولا يئس ولا أحبط. وعلى فكرة مش عيب إنك تيأس وتحبط وسط الطريق، ده طبيعي جدا وبيحصل لنا كلنا، لكن العيب إنك تستسلم فعلا لليأس والإحباط. تخيل لو هو كان استسلم لليأس والإحباط، كان بياخد أكتر من 4 مواصلات في اليوم علشان يوصل التمرين يقعد احتياطي ما يلعبش. لكن برضه استمر واشتغل على نفسه. اترفض من الاهلي ومن الزمالك وخلاص، يعني الحياة بالنسبة له انت تفضل لاعب محدود. لكن مع ربنا لا، مفيش الكلام ده. مع ربنا لما تسلم نفسك لله وتعمل اللي عليك في امكانياتك المتاحة، ربنا هو اللي بيشيل وبيوصل. فاول حاجة امن قوي 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 بنفسك. تاني حاجة اسعى على قد ما تقدر. تالت حاجة هي الاستمرارية. ما تيأسش، استمر، خليك مستمر جدا جدا. طول ما انت واثق في قدراتك وطول ما انت واثق في امكانياتك استمر. والاستمرارية تعني حتمية الوصول. هتوصل. افتكر كل الناس اللي ناجحين في الحياة دول كلهم بدأوا من اللاشيء. فقوم يا بطل، قوم يا بطلة، اشتغل على نفسك. حط محمد صلاح قدامك وشوف بدايته كانت عاملة ازاي. بدايته كانت اصعب منك والله، لكن شوف دلوقتي هو بقى فين. فانت كمان قادر انك توصل تبقى زي محمد صلاح واحسن منه كمان في المجال بتاعك اللي انت تختاره لنفسك. امن بربك،
آمن بقدراتك، آمن بنفسك، واسعى على قد ما تقدر واستمر، هتوصل لكل حاجة انت عايزها في حياتك.